لماذا نبي الله إبراهيم أمر ابنه إسماعيل عليه السلام يطلق زوجته؟ سيعرف العالم الإسلامي الآن لماذا نبي الله إبراهيم عليه السلام أمر ابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام أن يطلق زوجته. ليش؟ لماذا؟ لأنه دائما هم عارفين الأنبياء رجال، علمهم أرحم الراحمين، رجال الأنبياء. نبي الله إبراهيم معه حكمة، من خايف لا يشلوا زوجة بنته ولا زوجته يشتروها بزلط مثل ما فعلوا بزوجة نوح عليه السلام. جاء تنكر على هيئة عجوز، على هيئة شيبة، لأنه في زمان نبي الله إسماعيل كان يجوا على هيئة مطلبي، أي أسرة فقيرة يستعطفوها، يجيبوا لها بصلي وطمطاسي وبصلة. جاء قال كيف حالكم؟ كيف وضعكم؟ قالت والله حرف انتف معي زوجي من حق الجن، مكني دعوة في دعوة بس وإحنا ما ندري ما ناكل. قال خلاص إذا جاء اقرأي السلام وقول له يغير عتبة البيت، يطلقها، يطلق أبوها، يطلقها، يفعل لها مليون طلقة. الآن سيعرف العرب والمسلمين لماذا الأنبياء أذكياء على بيوتهم، لماذا الأنبياء، يعني سيعرف العالم الإسلامي على أن الأنبياء حريصين، يدخلون للمرأة عن طريق إيش؟ الحراف. إذا ما فيش بصل ولا طماط في البيت جارته، والله هذا الزوج إيش حراف، هذا الزوج إيش حراف، راقد ولا ما بيقوا على شيء عمل. الناس بيكرهوه، ما بيقوا على شيء عمل، الناس بيكرهوه. يمكنها بقى تشتغل وتحط لها بصلي وتحط لها طماط وتحط لها بعد 100 سعودي وبعد 200 سعودي، وبعد ما تخسريه. هي ليلة واحدة يقعلش 1000 سعودي ولا 2000 سعودي ما تخسريه، من اللي جايبك زلط وخلصوها السلوى. فلذلك سيعرف المسلمون لماذا الأنبياء حريصين، وسيعرف المسلمون على أن الأنبياء يعرفون شغلات بني إسرائيل، وسيعرف المسلمون والعرب على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من أجل العرض، وسيعرف المسلمون والعرب على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل ضد من يهتكون الأعراض وينشرون السحر عن طريق النساء وسيطرتهم على النساء. فالأنبياء أرحم الراحمين كان يرسلهم لينقذوا الأعراض. أرحم الراحمين سيعرف العرب والمسلمون. أيوة الحين تمام، سيطروا على النساء بحكة الفقر، تمام يا مقعين.